الطفل الخايف لازم يطمن، ولد أو بنت لازم يطمن. ما ينفعش نقول لأي طفل خايف انت خايف من ايه، او اهدى، بطل عياط، مفيش حاجة بتخوف، علشان كل ده بيأكد له انه محتاج يفضل خايف. ليه؟ علشان مصدر الأمان الأول اللي هو جري عليه في الموقف اللي هو فيه يبلغه انه خايف، قال له انت ما ينفعش تكون خايف. هنا بتحصل عند طفل صدمة ما بين اللي هو حاسس بيه من جواه ومش قادر يكدبه ولا يبعده عنه، وفي نفس الوقت ثقته اللي هي بفطرتها عامية في الشخص الكبير اللي في الموقف اللي بيقوله مفيش حاجة بتخوف. العقل أول ما بيشوف الخناقة دي ما بين الاتنين ما بيهداش، بالعكس بيديله سبب أكبر للخوف. أنا نفسي حد يبعتلي يقولي إنه إحنا قلنا المرة الولد بطل عياط أو ما تخافش فبطل يخاف من كلب، من ضلمة، من أي حاجة. الطريقة دي أثبتت فشلها أكتر من مرة، ولحد النهاردة لسه بشوف أمهات وأهالي وكباتن في التمارين كلهم بيقولوا للولاد ما تخافوش. طب اعمل ايه لو انا قدامي طفل خايف؟ انا هحط لكم النهارده في الستوري فيديو قديم كنت عملته، مش قديم قوي يعني، من اقل من سنه، مطول قوي عن ازاي نتعامل مع الخوف عند الاطفال، حتى مع خوفنا احنا شخصيا ككبار. لكن الكبسوله السريعه اللي هقول لكم عليها دلوقتي باختصار ان عايزاكم تجربوا لاي حد خايف قدامكم، طفل او كبير حتى، انك تقول له تمام انا حاسس بيك، فعلا الحاجه دي بتخوف، واسكت. اتفرج على تعبير وشه، اتفرج على كتافه وهي بتهدى وبتنزل، اتفرج عليه وهو بيبصلك بصة يا بجد يعني أنا مش غريب. صدقوني احنا كبني آدمين ربنا خلقنا نطبطب على بعض، مش نحكم على مشاعر بعض. ربنا يطمنكم ويطمن قلوبكم ويطمن قلوب ولادكم بيكم.